لمسة أقرب عند أحمد ياسر، يسدد والهدف، أو لا الهدف أو لا هدف، هدف لصالح فريق التحدي عن طريق أحمد ياسر في الدقيقة العشرين. يعود فريق التحدي ليقلص الفارق هدفين مقابل هدف واحد. كرة كانت قوية وتسديدة أيضا لا تصد ولا ترد بين القائم الأول والقائم الثاني، ودخلت الكرة عانقة الشباك. هدف في توقيت ممتاز جدا لدخول اللاعب نصر التورغي. شوف الكرة، شوف أحمد ياسر سدد وتسديدة كانت قوية أرضية بين القائم الأول والثاني، ودخلت الكرة بكامل محيطها تقريبا، وذلك بعد ذلك احتسب الحكم الهدف. هدف لصالح فريق التحدي. ملعوبة استلام لكرة من أحمد ياسر، يلعب كرة وراء أبو دبعي بشكل ممتاز، وخروج لحارس المرمى وركلة جزاء. ركلة جزاء لصالح فريق التحدي، ركلة جزاء لصالح فريق التحدي بعد عرقلة جواد رزق لمهاجم فريق التحدي تقريبا هو محمد بالتمر. قلت أن فريق التحدي سجل الهدف وبدأ قريب جدا من التعادل. هو أحمد ياسر من سجل الهدف وجاب ركلة جزاء، جاب هدف، جاب ركلة جزاء. ريغوري لفريق التحدي. من سينفذ هذه الكرة؟ على التحدي استغلال هذه الفرصة. هدف التعادل للفهود، فهود الصابري الأبيض والأسود، إبراهيم بودبوس، خالد جلال. فرصة لفريق التحدي للعودة في النتيجة والتعادل. أحمد ياسر، إذا أحمد ياسر هو من سيقوم بالتسديد. هل يكون على موعد مع الدوبيتا؟ هل سيكون على موعد مع الثنائية؟ أحمد ياسر، أحمد ياسر والسماكي. يعني شوية دفع معنوية للحارس جواد رزق. محمد الهوني، ننتظر الصافرة من الحكم. محمد الهوني، أحمد ياسر، جواد رزق. هل سيكون على موعد مع الثنائية والتعادل لصالح فريق التحدي؟ أحمد ياسر، أحمد ياسر، والتعادل عن طريق أحمد ياسر، والثنائية في المباراة. ممتاز أحمد ياسر، مباراة كبيرة يقدمها هذا المصري، والتحية لجماهير التحدي من هذا اللاعب أحمد ياسر. هدفين مقابل هدفين في أمسية رمضانية رائعة بين الكبيرين التحدي والنصر. إذا نتيجة المباراة تتغير، والآن 20 دقيقة تفصلنا عن النهاية. من ستكون له الغلبة؟ الفريق النصر يتقدم بالنتيجة ب3 أهداف مقابل هدفين، أم سيكون لفريق التحدي موعد؟ ركلة الجزاء والثنائية للمصري أحمد ياسر، أحد مفاتيح اللعب وأحد نجوم فريق التحدي في هذا الموسم ومن الموسم الماضي.